بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي مشاهدين صفحة وقناة مشروعي، أهلا بحضراتكم، أهلا بكل المشاهدين من كل مكان. في حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن مشروع ربحه كل 15 يوم 7000 جنيه. مشروع سهل من أنجح المشاريع وفي أسرع وقت ممكن، وهو تحضير الفراخ من عمر يوم إلى 15 يوم. والموضوع ده هسيبه مع حضراتكم بالورقة والقلم، يا ريت المهتم يتابع معايا، ولكني أرجو من الجميع كل واحد يجيب ورقة وقلم عشان يحسب معايا ويمشي معايا خطوة بخطوة، عشان نبدأ نحسب إزاي هتكسب 7000 جنيه كل 15 يوم من المشروع ده. أولا يا جماعة، المشروع ده ما بيحتاجش المكان، أقصى مكان نحتاجه هو 3 متر مربع. ده أول حاجة نحتاجها طبعا. وأول شيء أنا هنجيبه في المشروع ده وهو 200 كتكوت، ايا كان، مثلا الكتكوت ده بلدي او بلدي مشعر او هجين او جميزه او بلدي، اللي هتلاقيه هاته، مش هتفرق. هتجيب معاك 200 كتكوت وهتحتاج مساحه 3 متر مربع. سعر الكتكوت هيكون عامل 6 جنيه في الوقت الحالي. سعر الكتكوت هيكون عامل 6 جنيه في 200 كتكوت. هيبقى سعر الكتاكيت عامل معاك 1200 جنيه. ال 200 كتكوت هيستهلكوا معاك في ال 15 يوم شكارتين 2 علف. الشكارة 25 كيلو. سعر الشكارة 630 جنيه. يبقى إذا هنحسب إجمالي سعر العلف اللي هيستهلكوا ال 200 كتكوت في ال 15 يوم. هنحسب 630 جنيه تمن الشكارة في 2 اللي هو عدد الشكاير، هيبقى إجمالي العلف 1260 جنيه. هنزود عليهم 70 جنيه أدوية، والأدوية دي هتكون عبارة عن جرعة استقبال وجرعة كوكسيديا. طبعا يعني عمرنا ما اجيب 70 جنيه، بس احنا هنقول 70. في حاجة نسأل لكم عليها برضو، وهو العلف اللي حضرتك هتجيبه ل 200 كتكوت هيكون علف بادي بتركيز 23%. بتركيز 23%. الشكرتين هيكون نفس التركيز ده 23%. نحسب بقى كده مع بعضينا إجمالي التكاليف، وهي سعر الكتاكيت عمل 1200 جنيه زائد سعر العلف المستهلك هيبقى 1260 جنيه، وسعر أدوية بيطرية هتبقى 70 جنيه. يبقى الإجمالي كده مع بعضينا هنجمعه هيطلع 2530 جنيه. تمام. هنقول في نسبة نافق من الكتاكيت دي 5%. طبعا انا يعني بالكامل بقول لكم ده ما دام في تحصينات وفي ادويه وفي اهتمام، مش هيبقى في حاجه نافقه خالص. اللي انا بقول لكم نسبه 5% برضو تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. تمام. كده هيبقى بعد 15 يوم هتبدا ببيع الكتاكيت. الكتكوت هيكون عامل 25 جنيه. طبعا انت معاك 200 كتكوت، هتضرب 200 كتكوت بسعر الكتكوت اللي هو ال 25 جنيه، هتلاقي اجمالي السعر عامل معاك 5000 جنيه. ده طبعا بيكون في دورة. في الدورة دي بيكون مدتها 15 يوم. طبعا بتبتدي بعد كده انك تبدأ في دورة تانية مدتها برضو 15 يوم، هتجيب معاك ربح 5000 جنيه. والدورة الأولانية اللي احنا حسبناها 5000 جنيه، يبقى انت عملت صافي ربح في الشهر 10000 جنيه. طب ال 10000 جنيه دي في نفقات. النفقات دي احنا كنا حاسبينها مع بعضينا 2530. طبعا انتوا بتراجعوا معايا ومعاكم الورقه والقلم، وراجعوا برضو معايا عشان لو في اي مشكله. اجمالي النفقات كنا حاسبينها 2530. هتخصمهم من ال 10000 جنيه هيصفوا معاك 7470 جنيه مكسب صافي. هنخصم منهم 470 جنيه اللي هم حساب ال 5% الفاقد اللي انا اتكلمت عليه مع حضراتكم. طبعا ده مش هيكون موجود، بس احنا هنقول في 5% فاقد برضه تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. يبقى صفى معانا كده ربح 7000 جنيه شهريا، وده طبعا بيكون مكسب صافي. مع العلم طبعا ان الكتكوت في السن الصغير ده ما بيحتاجش خدمه ولا بيحتاج لمكان كبير لصغر حجمه وقله تكلفته. مع العلم طبعا ان اكل الكتكوت في اول 20 يوم بيكون اكل بسيط مش كتير. طبعا في ملحوظه نسيت اقول لحضراتكم عليها، وهي ان الكتكوت في الاسبوعين الاولانيين من عمر يوم لحد 15 يوم كل كتكوت بياكل حوالي 300 جرام، يعني تكلفه مش كتير، والعائد بتاعها كويس جدا ووقت قصير جدا، وممكن انك تعملها جنب شغلك او وظيفتك
او ست بيت تكون بتساعد جوزها، فسهله جدا انك تعملها وتربح منها المبلغ ده. هتبيع اللي تبيعه، ولو مثلا عايز تحتفظ بحاجه لنفسك احتفظ بجزء، برضه هيكون في البيت عندك خير وهيوفر لك برضه مصاريف. وفي النهايه يا جماعه اتمنى ان يكون الفيديو كان حاز اعجابكم، ويا ريت لو عجبكم يا ريت تشيروه عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق.